يعني كده دي المساكن؟ اه دي كلها ده دور واحد يا فندم؟ لا كلها دور، مفيش دور هنا. وهي ممنوع اقامه دور تاني. انت قاعده هنا يا حاجه؟ لا بلاش، لا بلاش تصوير والله العظيم. ماشي. انت بتقولي دي كلها دور واحد، انتوا ممنوع ان هي يبقى دور تاني ولا؟ هي كده. لا هي شوفي ده يبقى ازاي. شوفي انتوا قاعدين ازاي هنا كده؟ احنا قاعدين احنا قلوبنا مساجد. يا ست ما تتصوريش. يا ستي مش مشكله، لا ما هي المشكله يا جدعان دول ناس متضررين، مين اللي يتكلم؟ انا بقى اتكلم بالنيابه. طيب تعالي انت جوه متضررين، دوريهم جوه اخطر يا الحقيقه. تعال اتفضل. ده ايه ده؟ دي ايه؟ ده بيت؟ اه ده من بدايه العش، ده اسمه عشه، بيسموه في السجن دي عشه في الهيئه عشه. تمام. بيقولوا عليه كده. ده طبعا مش حد ساكن فيه. لا في لا في حد ساكن فيه؟ اسره برضه مقيمه فيه، كل بس من ورا. دي لسه في بقيه عشش بقى الناحيه الثانيه احنا بقى في مجموعه جوه كده لوحدنا. اللصق كده دي صلبينها بخشب. بقضبان سكه حديد مش خشب. دي بقضبان سكه حديد. مصلبينها من القضبان دي، مصلبينها هتطلعوا قضبان عشان ما تقعش. انتوا بقالكوا قد ايه هنا يا حاج؟ استنى 50 سنه قاعدين. 50 سنه كده؟ انا مولود هنا. ولا متصور ما الحياه بتتقال تعال اتفضل. انت نفسك في ايه؟ انا مش نفسي، انا عايزين شقه ادفع عدل، بقى لي 50 سنه قاعدين ومكتومين في لما بيقولوا راضيين بالغلب والغلب مش راضي بينا. اتفضل الحمام، شفت الحمام؟ خش اتفضل كده. استني واحده كده. النور هذا الحمام، حمام ده حمام. بس كفايه خليها بترن بعدين مع حضرتك. خش جوه. ده مطبخ؟ ايوه خش جوه كده. شوف ده مطبخ، عملوا لنا مطبخ. ودي برضو عشه؟ ده من ورا، ده الباب ده. لا اللي هروح عند الحاجه من ورا لما تخلص عند الاستاذ جوه بتروح ورا. ده بيت انا. ده بيت؟ ده بيت انا. يا نهار اسود، معقول ده بيت يا فندم؟ ده اهو. ده مطبخ انا. ده مطبخي. صوري في اي حاجه بقى تعجبك، اي مناظر، وخد السقف وخد الوضع الجميل اللي احنا قنعانين بيه. معقوله في هنا ناس عايشه؟ تعالي اتفضلي. دي تعالي اتفضلي. دي تعتبر الصالة بتاعي، ودي بنتي. دي الصالة؟ تعالي بقى على أجمل هدية تقابلك. دي بنتي 23 سنة اللي نايمة قدامك دي. هي هيومة ما تخافيش. تعرف تتكلم؟ نجلاء. لا دي هيام. هيام. قولي لي انت نفسك في ايه يا هيام؟ ها؟ تعرفيش؟ مش نفسك تقعدي في حته كده حلوه مش زي الحته دي؟ هتتبسطي؟ كل اللي تقوله اطلع بره، يعني اطلع بره، تقعد بره في الهواء شويه. عايزه بتقول اطلع باي، مش عايزه تقعد هنا. باي يعني اطلع اقعد بره في الشارع شويه في الهواء. شفتي زي كده؟ جبنه مبشوره حلوه، جبنه مبشوره دي جبنه قديمه مع طماطم مبشوره والخيار مبشور. ده كده يا فندم انتوا حاطين مشمعات على اللصقف عشان لما الدنيا تشتي. لما يجي هنعمل ايه؟ اهو ممنوع وممنوع. ده انتوا حتى مش عارفين تقفوا. لا زي ما انت شايفه بالظبط كده.
ايه رايك بقى، لك شك ولا ده؟ لا طبعا. الحمام بتاعنا زي ما بيقولوا. دي الحمامات. الحمام. قول لي بقى حضرتك، المكان ده فين بالظبط؟ المكان ده مساكن السكه الحديد بجوار الكوبري الصبح. مساكن السكه الحديد، بقى لها قد ايه المساكن دي؟ المساكن دي مع انشاء السكه الحديد. من انشاء السكه الحديد. من السكه الحديد وهي مقامه. بقى لها عشرات السنين يعني. طب انتوا انشاء يعني حوالي اكتر من 60 70 سنه. 60 70 سنه. ما تعرفيش بقى هي من انشاء السكه الحديد، شوفي السكه الحديد انشات سنه كام؟ هم عملوا البيوت دي للعاملين. للعاملين. الاولانيه. اما اللي احنا فيها دلوقتي وبكلمك منها دي اسمها عشش. دي اللي انشاها العامل اللي هم عمال الدريسه. علي صوت. شغالين هم اللي بنوا بالقضبان وبالفلانك زي كده، مش بالحجاره البيوت الاولانيه اللي شفتيها. الحجاره دي كانت بنياها هيئه السكه الحديد او اللي انشأوا السكه الحديد. بعد كده لما جم الناس اللي هنا اللي احنا موجودين فيها دي ما اشتغلوا في السكه الحديد عشان يقعد بقى يبني حاجه اسمها عش، يسموها عش. الجزء الاولاني ده جاله ازاله من الستينات ماشي، وسابوا الناس تقعد فيه وكده. اللي يطلع معاش كان يروح عشان يعمل مع السكه الحديد عقد ايجار يقيم. يا عم روح انت، حد بيجي يقول لك حاجه؟ من سنين كده، من كام سنه، انا مولود في البيت ده. من كام سنه. هو ده مش بيتك بقى، ده كان بيت والدك اصلا كمان؟ ابويا اللي كان مكون فيه الله يرحمه. طبعا انا اتولدت هنا وعشت هنا عمري كله. خلاص يعني ده لو حتى بيقول زي ما بيقولوا وضع يد، ما فيش حاجه اسمها وضع يد في اراضي ملك دوله، ملك الهيئه. طب يا جماعه تعالوا اجروا لنا، تعالوا عايزين نعيش كبني ادمين، تعالوا ادونا كذا. هو هنا ممنوع ان انتم توضبوا تعملوا دور تاني؟ بس يعني التوضيب بنفس المنظر، لكن ممنوع مثلا انتوا تبني تاني؟ ممنوع كل الكلام، لانها تابعه للسكه الحديد. دي ارض السكه الحديد يا فندم. هي ارض ملكيه سكه حديد. انت ليك حق انتفاع فيها. طب الانتفاع ايه؟ ايجار. طب يا عم اجروا لنا. قال لك تعال ناجر لك. انت هتاجر لي من امتى؟ من سنه 50. على فكره انا معايا عقد يعني ملوش لازمه بقى، لان هو ملوش لازمه ادخله في الموضوع دلوقتي. هنا قلنا تعالى نأجر، قال لي تعال نأجر لك من سنة 50. وإيجار شهري 35 جنيه أو 40 أو 50 زي ما ترسى، زي ما يحددوا. طيب يبقى السنة بكام؟ يبقى 50 سنة، 50 ايه؟ 60 سنة أو حاجة و60 سنة، تاخد مني كام؟ أجيب لك منين 20. يعني هو عايز يأجر لك من ساعة ما هي اتعملت وياخد بقى بشكل إيه؟ رجعي، بصر رجعي. طب أنت أجيب لك أنا منين الكلام ده؟ يا عم تعالى أجر لي من سنة، أنا موافق. طيب رجعوا تاني قال لك ايه؟ لا والله ده احنا هنجيب لكم، جابوا لنا قرار اخلاء طرد. ناس مضت ما خدوش بالهم، احنا رفضنا كمجموعه هنا ان احنا ننزل. قال لك خلاص هنرفعها الهيئه، قلنا له ماشي، واحنا هنتصرف مع الهيئه فوق في القاهره او في كذا. من يومها جاب لنا انذارين ورفضنا نستلمهم. انتوا جاي لكم انذارين بالطرد؟ بالطرد. الكلام ده كانوا بيهددونا بالطرد من سنين، لكن بداوا يشتغلوا فيها كشغل قانوني من حوالي 4 5 6 شهور. طبعا احنا طنشناهم خالص. لما تبقوا تجيبوا لنا طرد وتيجي عن طريق المحكمه، اللي يعرف يتصرف واللي ما يعرفش يقدر هنضطر. احنا بقى عندنا كان في المساكن بتاع المستعمره اللي هي تابعه لشركه مصر للغزل والنسيج بالمحله، اللي هي في طريق طنطا دي. ما هي الناس دي برضه جالها قرار طرد وامر محكمه بالطرد ومش عارف. طب واشمعنى افتكروا دلوقتي؟ اشمعنى جالهم؟ عشان يعملوها عماير. جا مستثمرين وهيبقوا يديكوا وتسكنوا وتعملوا، وانتوا بس اثبتوا بورق عندنا ومش عارف ايه. يا عم احنا قاعدين، ما تيجي عندك ارض فضا هناك واسعه وعندك ارض فضا، اعمل لنا عماره لمنا فيها كلنا واستلم الارض بقى مننا. احنا ده طلبنا، انت مش عايز تأجر لنا بقى دلوقتي. يعني انتم مش ممانعين خالص ان هو تيجوا؟ هنفضلهم المكان، كل هنفضلهم المكان، تفضوا المكان بس يتوجد لكم مكان بديل. ادينا بديل واتفضل، ده البديل بتاعك، اعمل لنا حياه ادميه نعيشها.
انت عندك ارض فاضيه هناك اهي من البدايه، من الشون وانت جاي، ما هي مساحه كبيره قوي. حضرتك يمكن خدت نص المساحه، واخد بالك، خدت نص المساحه بس. مكانه ورا واسع جدا، ياخد 7 8 عمارات. لا يا عم ابن عماره هتلم، قعدكم فيها؟ هتلم ال 12 اسره دول. ودينا بها عقود، مش هنقول تمليك، ايجار، عقود ايجار بالمعقول. وساعتها خد نفسك بعد كده، خد الارض استثمرها، مشي فيها القطر، اعمل اللي تعمله، بس في ناس عايشه، اسر عايشه. فانا جسمها كله في السكه الحديد، خدمه السكه الحديد، دريسه وحركه كله. فانا يعني طلبك محدد مكان تقعدوا فيه يليق بيكم ادمي، وخد المكان بتاعك. تمام، احنا مش عايزين اكتر من كده. تمام. انا بشكرك جدا جدا. الله يبارك فيك.